من افشل اللقاءات اللي انا شفتها في حياتي، اللقاء بتاع اسامه نبيه وابراهيم فايق. انت عايز توصل لايه يا ابراهيم يا فايق؟ ان هو في الاخر يقول لك انا فاشل؟ طيب، انا ماليش دعوه بقى باسامه نبيه، ماليش دعوه بقى بيه كمدرب. هو فاشل، هو كويس، هو وحش، ناس بتقول عليه حلو وناس بتقول عليه وحش، انا ما يخصش القصه دي كلها. انتوا ماسكين في المدرب وعايزين تعملوا منه كبش فدا، وانت اصلا ما عندكش قطاع ناشئين هنا. انت ناشئين عندك قطاع ناشئين ماشي يا بالواسطه يا بالفلوس، محدش بيبص على مواهب. انت عندك كارثه، لو انت واخد بالك منها يعني انت عندك كارثه، بس انتوا ما تقدروش تطلعوا تقولوا الكارثه في ايه. انت يا باشا كان عندك مدرب، اجمل مدرب يمكن اجنبي، دي من ضمن المجموعه اللي دخلت ميكالي. كان بيدرب المنتخب الاولمبي، كان عامل معاهم نتائج كويسه، وفي الاخر اتلبيت من المغرب 6-0. ناس بتشتغل على قطاع الناشئين من 10 سنين فاتت، بتعلم وتثقف اللعيبه دي من وهي عندها 14 سنه و13 سنه. فاكر كده المانيا في 2014 لما خدت الكاس العالم؟ الجيل ده قبليه ب 10 سنين نفس القصه، اشتغلوا على الجيل ده عشان ياخد كاس عالم. انت ما عندكش الكلام ده يا باشا، انت فاشل، انت فاشل بكل المقاييس. وعايز تطلع في الاخر خالص توصل ان المدرب يقول انا فاشل. حتى لو هو فاشل، مش قصتي ان هو حلو ولا وحش. حتى لو جبت جوارديولا يدرب برضه مش هتفرق يا باشا. ده المدربين الاجانب اللي بيجوا يدربوا الفرق الاولى، الاهلي والزمالك والاسماعيلي والفرق الكبيره، بتتصدم من مستوى اللعيبه اللي شايفينها. لعيبه لا عارفه تباصي ولا عارفه اساسيات الكوره. فالراجل اصلا كده كده ماضي عقد وجاي ياكل عيش، جاي يعد فلوس من الاخر، فخلاص بيرمي التكتيك بتاعه، الخطه بتاعته زي ما تيجي، نجحت اهو، مشيت ما نجحتش خلاص، هو كده كده هيقعد في البيت، هياكل ويشرب منين؟ ما انت ما عندكش. لازم تشتغل على الناشئ الصغير ده عشان تلاقي النتيجه بعد 5 ولا 10 سنين قدام.